هناك شخص ذو قلب شرير يتجسس بهدوء على سعادتك، وقد حان الوقت الآن للكشف عن وجه هذه الأفعى. إنها تغار من تألقك، ولا تطيق حقيقة أنك أفضل منها في حياتك، وتستاء من كل ابتسامة تبتسمينها. والأسوأ من ذلك هو أن هذه الحثالة تخطط بالفعل، ومستعدة لفعل شيء سيؤذيك حقا. إنها تحيطك بأصدقائك متخفية، وتدعمك ظاهريا، بينما تدعو في الخفاء أن ينهار عالمك. قد تكون بالفعل تنشر الشائعات من وراء ظهرك، أو حتى تحاول تدمير كل شيء عنك. إذا أدركت أن بعض الأشخاص لا يتماشون مع إنجازاتك، فقد حان الوقت لتفتح عينيك وتحمي نفسك. هل تريد أن تعرف من هو هذا الشخص؟ أولاً، يجب أن تقطع هذه الطاقة السلبية. يرجى النقر على أيقونة قلبك حتى يتحول إلى اللون الأحمر. إذا كنت تؤمن بالوصاية الروحية، تابع صفحتي واكتب الإيمان في قسم التعليقات، وقم ببناء جدار حماية لنفسك. جاهز؟ الاتصال الثاني الذي يظهر عند النقر اللي انت مستنيه هيحصل الليلة. في علامة هتظهر، ركز كويس. اكتب 2 وانسز. تابعني وشارك الفيديو لو حاسس ان في طاقة حواليك. عائلتك لا تعرف مدى نجاحك وثرائك الذي ستصل إليه، لأن اسمك قد شطب أخيرا من سجل الفقر. أنت الشخص الأكثر ثراء في عائلتك فقط إذا تؤمن. مفاجأة غير متوقعة قادمة إليك. لقد كانوا ينتظرون بالصبر، والآن حان الوقت المثالي ليقدموا لك هذا. استعد. هناك رجل في حياتك يحبك أكثر مما يمكنك تخيله. من هو هذا الرجل الغامض الذي يراقبك بصمت، لكنه لم يعبر عن مشاعره مباشرة؟ قد تبدو وجوده لغزا لك، لكنه يكون جذابا جدا لك. في كل مرة يفكر فيك يمتلئ قلبه بالدفء. يبدأ اسمه بنفس حرف 7 في قائمة جهات الاتصال لديك. ولد في برج الأسد. سيظهر هذا الرجل قريبا في حياتك مفاجئا. إذا كنت تريد معرفة المزيد، اتصل بي لقراءة شخصية. اكتشف الهوية الحقيقية لهذا القاضي. يراجع الأوراق، وإحدى هذه الأوراق تحمل اسمك. سأشرح لك، لكن انتبهي أولا. قال لي الله إن هذا الفيديو لشخص معين، قد يصل إلى الملايين، لكنه لشخص واحد، لنتأكد إن كان أنت. انقري على السهم هنا. الآن تعرفين واتساب. انقري هناك. إذا كان أول من يظهر امرأة، فهذه إشارة من الله لك. ثم علقي: أيتها الملكة، هذا أنا. ما يحيط بك وانظري إليه. حان الوقت. لقد أعلن وحكم أن القاضي الذي حكم سابقا قد استدعاه الله وهو يراجع الأوراق. إحدى هذه الأوراق تحمل اسمك وسيتم إصدارها. ماذا؟ هل توقعت كل هذا؟ هل تصدقين ذلك؟ أنا أصدق ذلك، لهذا أحضر لك هذا. تظنين المستحيل بالنسبة لك هو ممكن عند الله. إن كنت تؤمن بذلك، ضع اسمك في التعليقات بإيمان وقل: يا ملكة، أؤمن أن ما ينشر لي. الرجل الذي تحبينه بعيد، ولكن ليس لأنه لا يحبك. في الثواني القليلة القادمة سأكشف ما يدور في ذهنه حقا. اضغطي على القلب حتى يتحول إلى اللون الأحمر. اضغطي على علامة الزائد في صورة ملف الشخصي وعلقي 2 لفتح طريق الحب. يتحقق من ملفك الشخصي ويخشى أن تتخلين عنه. اضغطي على السهم الأبيض وأيقونة واتساب الخضراء. إذا ظهر رجل ضمن جهات اتصالك ال5 الأولى، فهذه علامتك وتأكيدك. الرجل الذي تحبينه بعيد، ولكن ليس لأنه لا يحبك. في الثواني القليلة القادمة سأكشف ما يدور في ذهنه حقا. اضغطي على القلب حتى يتحول إلى اللون الأحمر. اضغطي على علامة الزائد في صورة ملف الشخصي وعلقي 2 لفتح طريق الحب. يتحقق من ملفك الشخصي ويخشى أن تتخلين عنه. اضغطي على السهم الأبيض وأيقونة واتساب الخضراء. إذا ظهر رجل ضمن جهات اتصالك ال5 الأولى، فهذه علامتك وتأكيدك. أنت تعطي كل ما لديك وتصدق كل كلمة، لكنه يضحك في السر، مقتنع أن الحب فوق كل شيء، ومع ذلك لا يأتيك إلا عندما يحتاج شيئا. اليوم سيسقط القناع. اضغط على علامة الصليب الأحمر أسفل صورتي واكتشف من هو هذا الشخص حقا. ثم اضغط على زر الإعجاب وبعدها على سهم المشاركة، وشاهد من هو الرقم 5 في قائمة الواتساب لديك اليوم. الإجابة ستفاجئك أكثر مما أحببت بصدق، أعطيت كل ما لديك، وكان الرد هو الصمت، الاختفاء واللامبالاة. لكن هل تعرف ما الذي يحدث الآن؟
الشخص الذي تخلى عنك يشعر بغيابك كأنه ألم. علق بعبارة لم أكن يوما قليلا واضغط على القلب وتابعني، لأن الآن جاء دورك لتستعيد السيطرة على طاقتك. اذهب إلى هناك رجل متزوج يحبك بعمق. تسلل اسمه منذ فترة طويلة إلى جهات اتصالك على الواتساب. في اللحظة التي خلطت فيها البطاقات قفزت بطاقة واحدة وكشفت عن شعور ممنوع. لقد كان هذا الشعور مدفونا في قلبه لفترة طويلة، لكنه لم يكن لديه الشجاعة للبوح به. ولكن الآن أصبحت الطاقة قوية جدا لدرجة أنه حتى البطاقات لم تستطع حملها. قبل أن أكشف عن هويته يرجى القيام بأمرين على الفور: انقر على أيقونة القلب أدناه، ثم انقر على الصليب الأحمر على الصورتي الرمزية. سيؤدي هذا إلى تنشيط طاقة الوحي ووضعه على طريقك. بعد ذلك انقر على السهم الأبيض وافتح الواتساب الخاص بك. تحقق من جهة الاتصال السابعة في قائمتك، فهو الشخص الذي تشير إليه هذه البطاقة. إذا كان ذكرا فهذه الرسالة هي تلميح من القدر لك أنت فقط. يرجى كتابة في قسم التعليقات: تلقيت هذا الوحي وحفظ هذا الفيديو، لأنه في الأيام القادمة ستستمر هذه الطاقة في النمو حتى تنكشف الحقيقة بالكامل. شخص ما يشعر بأنك بدأتي بالابتعاد عنه عاطفياً، ويدرك أنه السبب هو أفعاله وسلوكه المتقلب. اسم هذا الشخص ستجده عند الضغط على السهم الأبيض مشاركة ثم جهات الاتصال. الحرف الأول من جهة الاتصال الخامسة يتطابق مع الحرف الأول من اسم هذا الشخص. لقد أساء تقديرك وظن أنك ستبقين بانتظاره رغم إهماله وتجاهله المتكرر، لكنك سئمت من هذا النمط وأدركت قيمتك الحقيقية وقررت التوقف عن الانتظار. الآن هو في حالة من الاضطراب لأنه لم يتوقع تغيرك، بينما أنت تستعيدين قوتك، وقد يفتح لك الكون باباً لشخص جديد يمنحك ما تستحقينه فعلاً. لكي تستقبله اكتب الكود 122 واضغط على القلب وعلامة الزائد واحفظ الفيديو واستخدم الصوت ولحجز قراءة خاصة. التفاصيل ستجدها بالبايو. هناك شخص يكبح